وعندي كام خبر كده محتاجين تعليق عليهم. الاول الاهلي في المسيره الاخيره بتاعته محقق نجاح كبير جدا وفي استقرار فني اكيد. هل خد بالك البنك الاهلي النادي الوحيد هو والزمالك اللي كسبوا الاهلي بالظبط السنه دي، والبنك الاهلي كسب الاهلي 4-3 ده سكور كبير. اكيد ده هيبقى من جوه المدير الفني اللي هو كولر ان هو عايز ينتقم، يعوض الفكره. ينتقم، لا مش يعوض، دي مش هيكفيه. هو دلوقتي عامل ريكورد 16 ماتش، احنا 17. هو عايز بقى يعدي ال 18 ويعني ياخد تساوي مع جوزيف، عايز يعديه وكمان هنقول يعني ياخد الدور الاولاني، ومش هيكفيه واحد ولا اتنين، لا ده هو عايز يعني يفرتك البنك الاهلي، والبنك الاهلي برضو عايز ياخد بونت على الاقل خالص عشان عايز يعني يستقر، مش عايز ينزل يعني وكده. عاملين نتائج كويسه الفتره الاخيره كابتن طارق مصطفى بصراحه. هو فارق معاهم بامانه يعني. لكن لو ما كمان بدأوا يتحمسوا يقول لك مش هنفرط في لعيب، يعني اسامه فيصل كان بيقول الاهلي عايزه، قال لك مش، رئيس النادي طلع يتكلم قال انا مش هنفرط في اسامه فيصل. كان في الزمالك عايز يعقوبه، عقده بينتهي، قال لك هيجددوا عقده، بس اللي هم عندهم لان هم جالهم نوع من التفاؤل بعد النتائج الاخيره وهم مستقرين ماديا كمان وماليا يعني، فمش محتاجين. البنك الاهلي مستقرين. ده مكسبهم السنه دي البنك الاهلي بتاع 30 مليار. اللهم صل على النبي. الودايع والعواديد عامله شغل، فهم مش محتاجين يعني. وبعدين يعني مفيش ما عندوش مشاكل ماديه صراحه. بالظبط. هتبقى مباراه كابتن طارق عمل من ساعه ما جه شغل كويس معاهم. كابتن مصطفى طبعا لو حسبت له يعني حتى الماتشات اللي بيخسرها بيبقى عامل كوره كويسه قوي يعني، وما بيطلعش يتكلم كتير ولا اي حاجه يعني. ما بيتكلمش خالص. يعني هو بصراحه مش واخد حقه اعلاميا خالص يعني، ده من وجهه نظري انا. طب كابتن سيد، الاهلي مستر كولر قرر يريح عبد المنعم، بيرسي تاو بقى علامه استفهام بالنسبه لي. يعني هو اصلا ما لعبش الماتشين الثلاثه اللي فاتوا، ولما بيلعب لعب وقت قليل وجاب جول مثلا، ورغم كده مصر على استبعاده. هو الراجل برضه عنده نقطه ان هو بيتعامل بالتمرين. هتلاقي اي حد من اللي ما بيلعبش يعني، هتلاقي بيرسي تاو بعد المباراه مثلا في التمرين ما بيأديش بنسبه 100%. العلاقه شكلها بتنتهي بين الاهلي وبيرسي تاو؟ ما اظنش، لان هو لسه مجدد. لا ما جددش لسه. لا زود سنه. في كلام ان هو كان عايزينه يزود بس لسه ما زودش، وعقده ما يخلصش السنه دي، خد بالك لسه سنه. هو مش عايز يجدد، هو كده عقده يخلص. لا هو عقده كده يخلص السنه الجايه، في سنه الجايه. كانوا عايزين هو كده كانوا عايزين يمدوا سنتين من فتره، بس انا حاسس دلوقتي ان العلاقه فيها حاجه. اصل انت برضو عشان تمشي بيرسي تاو لازم تجيب مكانه. هو مش هيعمل كده لما يجيب. ما عندكش في المكان ده. صح. يعني انت دلوقتي ممكن يكون الاهلي بيجهز بديل. ممكن لو لعيب اجنبي تاني، بس انا ما اظنش لان الوقت ضيق. انت لو جاهز بديل هتبدا تعاقد وتعلن دلوقتي. انت مع استمرار بيرسي تاو؟ هو لعيب كويس بس هو يعني بحالات شويه. يعني مزاجنجي بمعنى اصح. يعني لو مزاجه عدل بتشوف منه احلى كوره وبتلاقي اداء حلو جدا. لو متضايق شويه او السنه اللي فاتت احسن السنه دي بكتير. يعني السنه دي معظمها انا شايف من بعد كاس الامم فرقت معاه. يعني الحاله النفسيه من بعد شهر يناير هو اتغير تماما. كان ماشي كويس جدا في كاس الامم. هو الهجوم اللي اتعرض عليه في جنوب افريقيا والجمهور ضغط عليه. اول ما رجع هنا غاب فتره كبيره، وبعد كده اما يرجع على فترات ما بقاش مؤثر في النادي الاهلي. يعني السنه اللي فاتت مثلا هو وحسين اهم 2 لعيبه في الاهلي، هو السنه دي مش موجود معظم الماتشات يعني. فانا بشوف يعني استبعاده من ماتش زي ده وما شاركش الماتش اللي فات خالص، رغم الاهلي كان كسبان 4 وعنده فرصه يشركوا. واكيد من ناحيه التمرين ما اداش بشكل يعجب الراجل. الراجل عنده نقطتين، ما تكشرش وانت قاعد على الدكه او وانت بتغير، والنقطه الثانيه في التمرين بتلعب ما بتلعبش طلع 100%. هو قال لك اللي ما بيدينيش 100% في التمرين مش هيديني حاجه في المباراه الرسميه. فهو اي حد بيخرجه بره. كذا مؤتمر يطلع يتكلم، اما الصحفيين بيسالوه عن لعيبه معينه يقول له هو انا لو لعيب ما اداش في التمرين اخليه اكافئه والعبه ولا اطلعه بره؟ فهو على طول بيقول كده. فهو واضح ان بيرسي تاو في نقطه في حته التمرين دي مش ايجابيه بالنسبه له. مع انه كابتن بيشيل التمرين ده مدارس في المدربين. يعني في مدربين بتعرف ان في لاعب ما يديش في التمرين جامد بس في الماتش بيبقى جامد جدا، وفي نماذج كتير وانتوا بتلعبوا. حتى احنا كان عندنا يعني كرول ما كانش بيسمح بكده خالص غير للاعيب واحد بس، وكنا مستغربين بسيوني.
عبد الحميد بسيوني. يعني بس كان بيكسل يعني يعني هو ما كانش بيحب الفحت بتاع الكرول يعني كان ايه يعني. بص يا شبانه كنا بنتفرم بنصحى الصبح يعني صباح الخير كده ال10 200 تسخينه سيد. ال10 200 تاخد الخط للخط في مثلا طايم معين. لو الطايم ده مثلا ما عملتوش بتعيد دول 10 200 على الصبح دول التسخين. والله العظيم والله ده على غير دي البدايه. والله العظيم يا شبانه الركب بقى تضرب بتاعت اللعيبه طارق السعيد واحمد عبد الله. ده تمرين الصبح صح؟ الصبح ايه الساعه 6:30 مركز الاولمبي. يعني في ناس عسكروا في المركز الاولمبي. بس انا ليا قصه مع كرول. اه لا ده جاحد. ده كان منتخب اولمبي ولا كان ايه؟ لا كان ماسك نادي الزمالك ومسك منتخب وأنا اولمبي. كنت لعيب في الاسماعيلي بس ايامها كان احمد عبد الله مدير شؤون لاعبين. كابتن احمد عبد الله بتاعنا. احمد عبد الله. فهو قاعد معايا انا وفضل. كان في تفاوض مع نادي الزمالك قبلها. فهو قاعد معايا سالني سؤال يعني انا اول مره اقوله. فانا يعني ما كنتش مصدق. ما كنتش مصدق وداني. قال لي لو في تمرين الصبح هتيجي؟ فقلت له ايه؟ قال لي لو في تمرين الصبح هتيجي ولا لا؟ قلت له يعني ايه هاجي ولا لا؟ في تمرين للفرقه. هاجي طبعا يعني هكون موجود في التمرين. ده كان سنه كام 98؟ لا ده 2003. اصل هو له مرتين يعني هو جه. فانا عرفت بعدها ما كان ما مسكش 2003 او 2004. لا هو لا ممكن 2000 او 2004 صح ممكن. هو احمد عبد الله مدير شؤون لاعبين في الوقت ده. كرول جه مكان هنري ميشيل. هنري ميشيل لما سابنا فرنسا في معسكر قبل الدوري ما يبدا باسبوع معتمد مسك الماتش بتاع الاسماعيلي وبعدين كرول جه. هنري ميشيل ده الماتش اللي خدنا منه الكاس. خدنا الكاس. احنا خدنا الكاس بكرول المره الثانيه. خد الكاس ومشي. اوكي. لما احنا كسبنا ام بي في النهائي. تروح الزمالك يعني؟ فالسؤال نفسه. بس انا ما سمعناش حكايه تفاوض الزمالك دي. كان بيفاوضك انت وفضل؟ انا وفضل. كنتوا في الاسماعيلي انتوا كنا احنا في الاسماعيلي وقتها. فالسؤال نفسه يعني بمناسبه ان هو جاب اسمه يعني. فانا قلت له يعني ازاي؟ قال اصل في بعض اللعيبه ما بتجيش تمرين الصبح. قلت له بعض اللعيبه. واللي واقف التفاوض ساعتها؟ لا ما اعرفش يعني كان مع الاسماعيلي كان وقتها المهندس يحيى الكومي برضه الاتفاقات يعني بين الناديين حاجه اوكي. وانا كنت عايز اروح الاهلي عامه اوكي. بس حكايه اللي خد بالك معنى انه يقول له هتيجي الصبح معناه انه تجربه مع لعيبه الزمالك. كان في لعيبه ما بتجيش الصبح. مسرحيه ومسرح. يا نهار اسود الراجل كان صوته انا بقول لك انا اتفاجئت. سؤال اصلا ما ينفعش. يعني في لعيبه ما كانتش بتيجي الصبح طبعا. زي مين؟ ما خلاص بقى. ما انتوا بطلتوا ابشر كلكم. يعني ايه بقى؟ اللعيبه الاشقياء بتوع الفرقه. وهتكون كنت منهم. مين؟ ده بابا ده يعني يحبك قوي لو انت اتمرنت معاه ودخلت له يعني في الحيطه. خش في الحيطه تبقى انت حبيبه. هو ما كانش يحب اللعيبه كبار في السن. ما ده هو ليه تجربه في التسعينات هو اللي خلاص على جيل الاحلام ده. الاحلام كان يعني بصراحه هو كان اسما بس الاحلام ده. كان الجيل ده هو اللي جه خلص بقى الجيل ده كله. طبعا. هو خلص عليهم عارف ازاي؟ عمل تمرين الصبح ما حدش. لا والعنف بتاع التمرين يا نهار ده بيفتري. مين صعب بجد اللي ما كانش بيجي التمرين او كان بيجي يقعد يجي بس يقول نفسه يعني كان في والنبي رئيس. والله ما خلاص ما احنا ما انت قلت بس يعني كان مشالي ما يحبش يتمرن الصبح. ايمن مشالي. كان صبري ما يحبش يتمرن الصبح. اوكي. احنا كلنا ما بنحبش نتمرن الصبح بس احنا كنا عاملين زي الفرخه الصغيره حاضر زي الجيش بالظبط. احنا لكن الناس دي كانت اباطره يعني. لا ما تدخليش في مشاكل. بس مشالي كان لعيب جامد لكن ما خدش حظه في الزمالك. مشالي لعيب جامد بس مشالي مزاج ما بيحبش التمرين يعني تمرينه حاجه صغيره كده. وكله ما بيهزرش في الحاجات في هولندا في معسكر هولندا. انا مش عايز اقول لك هو قال للراجل ايه في الملعب وساب قال انا عايز اروح مصر. الراجل عايز يروح مصر ساب التمرين ومشي الكرول. مشالي كابتن عزمي الله يرحمه بقى اول الكرول يعني. يا شباب ده كان يعني عذاب تعذيب. مش لا انا مروح اول مصحف شريف. لا الواد والله اقول ايه بس هو ما لعبش غير سنه مع الزمالك مشالي. هو مشالي لو ما كانش بدأ مع مدرب زي ده كان ممكن يبقى الوضع بتاعه متغير شويه يعني. لكن الراجل ده من ضمن المدربين ما اتمرنتش لو انت مين الا كان بسيوني باستثناء
اللي كان مستثني بسيوني. اللي بقى كان بيحبه مش عارف بقى. بيحبه. بس هو كان الوحيد. بس يا كيوت برضه. طيب مين؟ بس خلوا على حجره. لا يعني يعني الواد يعني مره ذكي برضه. بس مره صبري قال له اجيب لك سيخ حديد احطه في رقبتك، والله العظيم الراجل خلاص كان عنف رهيب يا كابتن. احنا الوقت جري. كابتن سيد، ليك توقعات لماتش الاهلي والبنك الاهلي بكره؟ لا يعني هي النادي الاهلي بيكمل المسيره عشان يقدر يحسم الدوري خلال الاسبوع الجاي ده. يعني انت شوف بيراميدز عامل الواجب مع الاهلي بصراحه من يوم ما اتكلمنا. ما انا كل شويه اذكر قلنا هتكر وكرت الموضوع خلاص يعني مش 4 ماتشات ورا بعض. بيراميدز خسران 10 نقط. انت شغلت نفسك بحاجه بره الملعب خلاص. كل سنه توقعاتك لنتيجه ماتش بكره؟ يعني الاهلي هيكسب. يعني الاهلي استمراريه المكاسب. جول جولين. لا ممكن 2-1 كده خلاص. 2-1 يعني متوقع برضه فوز الاهلي بكره. بس هيبقى ماتش كويس، هيعمل ماتش كويس. فريق البنك الاهلي بيدي كوره حلوه والاهلي بيلعب كوره حلوه بس ماتش حلو يعني. مفتوح اقصد يعني. بالظبط ان شاء الله. كابتن سيد معوض انا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. اشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن بشير التابعي بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا ريس. ربنا يكرمك ان شاء الله. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بكره مشيئه الله في التمام 11 مساء. اذكركم بس ان مباراه الاهلي بكره مع البنك الاهلي في التمام الساعه 9 بتوقيت القاهره. 11 مساء حلقه